والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان ليلا ونهارا ما دامت السماوات والأرض على سيدي وسيدكم وتاج رأسي وتاج رؤوسكم سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، آبائي، إخواني، أحبابي، أعزائي جميعا، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نعطر هذا المكان المبارك بالصلاة على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فقال لنا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وهذا يوم الجمعة والشمس طالعة، فماذا نفعل يا رسول الله؟ بعض الناس يوم الجمعة عنده طعام البندرج، طعام السلق، يقول لك الجمعة هذا تاع السلق، هكذا صح؟ خاصة احنا في ورقلة يوم الجمعة يقول لك يوم سبيسيال تاع السلق أو البندرج. بصحة ولهنا على كل حال، كلوا واشربوا هنيئا. كل الناس أو معظم الناس عنده عوايد في يوم الجمعة، يا عادة الطعام معين، زيارة الأقارب، زيارة الأرحام. كي بعض الناس يزور أقاربه الموتى في المقبرة. كل الناس عنده عوايد خصوصية، إلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه العادة، فقال لنا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: أكثروا من الصلاة عليه. بس أكثروا، مش صلوا عليه، أكثروا. ثم ذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن صلى علي مرة صلى الله عليه 10. سبحان الله، الله حرم علينا الربا وأحل لنفسه الربا. حرم علينا الربا، نعطيك مليون ترجع لي مليون، مليون ودينار واحد، هذاك الدينار يعتبر ربا، والربا معناه الزيادة لغة. فقال تعالى: والله يربي الصدقات، يعني يزيد في الصدقات. المنطق والعقل عندنا: من جاء بالحسنة فله حسنة مثلها، هذا هو المنطق. المولى عز وجل ما يتعاملش معنا بهذا المنطق، يقول لنا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وهذا من رحمة الله بنا. فمن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 يعني سبحة كاملة صلى الله عليه 1000، ومن صلى علي 1000 10 سبحات ما قالوش عنده مليون حسنة، لا، يعطي له رب العالمين الكاشي، يعطي له مولانا تبارك وتعالى الكاشي. الكاشي تاع واش؟ الله يرزقنا وإياكم بهذا الكاشي. كتب من الذاكرين، كتب، عطالك رب العالمين الكاشي تاع الذكر.
كتب من الذاكرين. وتلا قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درسنا في هذه الصبيحة المباركة، معظم الناس عندما يتكلمون عن هذا الموضوع يظنونه موضوعا أخلاقيا صرفا، يعني من أخلاقيات، من ظرافة، من الأدب، من اللياقة، من اللباقة. لكن الحقيقة أن هذا الموضوع يدخل في باب العقيدة، أعظم من الأخلاق. عقيدة، مثلما تعتقد عقيدة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كذلك هذا الأمر اللي نتكلموا عليه هذا من العقيدة. ما هيش نافلة، ما هيش حاجة زايدة كما يقولوا العوام لقمة فوق العشاء، لا، هذا من العقيدة. موضوع هذه الجمعة المباركة حول الصاحب، الصديق واختيار الصاحب. هذا الموضوع موضوع خطير جدا في هذا الزمن، زمن الخلطة الشينة، زمن الصاحب ساحب، زمن أصبح بعض أولادنا الآن في السجون، نعم، في الحبس. عائلته طيبة، باباه يماه من أطيب الناس، العائلة من أحسن العائلات. أنا نتكلم على ورقلة بصفة خاصة، هو الداء عام. لكن الشيء اللي شفناه بالعين أن بعض الشباب اللي حضرنا لهم العرس نتاعو وحضرنا له العقيقة، درنا له العقد تاع الزواج ودرنا كلمة في عرسه وحضروا مشايخ البلدة، بعد سنة وسنتين الآن هو في السجن بسبب المخدرات والمهلوسات. لما يجيب بيو يقول لي، أنا نسقسوه دائما واش خبر العريس اللي حضرنا له العرس نتاعو، عبد القادر ولا عبد الرحمن ولا عبد الله ولا محمد ولا عمر ولا علي، أي اسم. يقول لي الشيخ ما سمعتش. قلت والله لم أسمع. يقول لي الآن راه في السجن، حكم عليه ب10 سنوات. الآن تجارة المخدرات لا تقل عن الحكم القضائي 10 سنوات. 10 سنوات من عمرك أو من عمره تضيع، راحت كي الزيت. يقول له بسبة ماذا؟ الحمد لله من عمار المساجد، باباه من أطيب الناس، يماه من الطيبات، عائلة من أطيب العائلات عندنا في ورقلة. يقول لي الشيخ ملخصها الخلطة والجرب يعدي، مثل ما الخير يعدي الجرب يعدي. السلام عليكم الحاج مصطفى، الجماعة اللي راهم تما قاعد، السلام عليكم. الجرب راه يعدي والخير راه يعدي. قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. العرب قديما عندهم بيت من الشعر قديما يقول عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسل، نعم، من الورد يخرج الشوك. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، ما تسولش على فلان، سول على أصحابه.
لا عن المرء لا تسل وسل عن قريني، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لو كان واحد، أي واحد منا من هذه الجامعة أو من هذا الحي الطيب مبارك يلبس فردتين حذاء غير متشابهتين، كل الناس يضحكوا عليه. لازم الفردة تكون أختها ولا لا؟ ما كانتش تمشي فردة وفردة أخرى الناس كلها تضحك عليك. فالصاحب ساحب لا بد أن تتشابه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سبحان الله. نقولوها حتى نشوفوها حتى في الأشرطة الوثائقية، الأشرطة تاع الحيوانات، عالم الحيوانات، ديما تلقى الفار يمشي مع الفيران أعزكم الله، والكلب يمشي مع الكلاب أعزكم الله، والذيب يمشي مع الذيوبة، صح ولا لا؟ والسباع يمشي مع السباعة. عمرك ما تلقى السباع يمشي مع الفيران. نعم نعم. الذيب يمشي مع الذيوبة والسباع يمشي مع السبوحة. رانا كل بنادم، بصح كل واحد وعقليته. كاين اللي عنده عقلية الفار يمشي مع الناس اللي عندهم عقلية تاع الفيران، واللي عنده عقلية تاع السباع فانتازي عزيز النفس، ما يهبطش ليفه للمخلوق، ما يقدرش يمد يده للناس اعطوني، عايش عزيز. تلقى اصحابه ديما اعزاء، ما تلقاش واحد من اصحابه اعزكم الله اسمحوا لي بهذه الكلمه رخيص ما يسواش. والصاحب خطورة الصاحب في ماذا تتمثل؟ أن خطورة الصاحب مش أنك تمشي مع صاحب فاشل ما تجيبش البكالوريا، لا 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 لا، القضية أخطر بكثير. أن الصاحب السيء يمكن أن يودي بك إلى نار جهنم والعياذ بالله، يديك للنار. اللي ناجح في البكالوريا تلقاه ديما يمشي مع الناجحين، والفاشل في البكالوريا تلقاه ديما يعشق الفاشلين، يحوس على الفاشلين تاع البكالوريا. علاه؟ لأن الأغنية السائدة والمنتشرة اللي اقرأ بكري، والأغنية السائدة عند شبابنا اللي اقرأ بكري، واش داروا الناس يقرات؟ ما داروا والو. خرج انجينيور راهو شوماج، خرج بالليسونس راهو شوماج، هاو طبيب تخرج من الجامعة شوماج. وكأنها دعوة للفشل، دعوة لعدم النجاح، لعدم الإرادة. أقرأ كيفه وكون بطال، أقرأ كيفه وكون بطال. أما ما تقراش وتمسح في هؤلاء الشباب الناجحين في الدراسة، غدوة إن شاء الله ربع من يفتح لهم إن شاء الله. نسأل الله أن يفتح على أبنائنا وشبابنا إن شاء الله عملا صالحا يسترزقون به، يأكلون منه الحلال، يتزوجون، يشترون عقارا، يبنون عقارا. غدوة إن شاء الله ربع من يفتح عليهم، سواء داخل الجزائر أو خارج الجزائر. وانت اللي عندك نيفو كاتريام ولا نيفو سيزيام ولا نيفو تاع تيرمينال. فخطورة الصاحب يا إخواني أن الصاحب يمكن أن يدمر حياتك، يضيعك، يضيع مستقبلك. تحوس على بنت الحلال ولا أحد يمدلك بنته أو أخته. علاه؟ لما يسقسوا عليك يقولوا فلان فوايو، فلان شين، فلان تاع لا دروغ،
فلان تاع مهلوسات، فلان تارك صلاة، فلان ما يحطش كراعه في الجامع. شكون يمدلك أخته أو يمدلك بنته؟ أبدا، لأنه يعلم أن مستقبل ابنته مع شاب ضائع ما يروحش البعيد. وقلت لكم أن المصيبة الكبرى أن الصاحب يضيع حياتك كلها، والمصيبة الأكبر أنه ربما يؤديك إلى نار جهنم والعياذ بالله. قضية مش قضية بكالوريا وليسونس ومهندس دولة وطبيب، القضية أنه ربما تضيع حياتك. 10 سنوات في السجن، نسأل الله لنا ولكم العافية. 10 سنوات تضيع حياة إنسان، يدخل شابا ويخرج كهلا. 10 سنوات. تنام مع زوجتك، تعاشر أباك وأمك، تأكل مع إخوانك، عايش في ورقلة سالما غانما في 6000 نعمة، 60 مليون نعمة. فيأتي صاحب واحد يعلم لك المهلوسات، يعطيك كاس تاع جازوز يقول لك ذوق، ورمالك المهلوسات حبة تاع الكاشيات يقول لك ذوق، فتأكلها وتحس بالنشوة. من غدوة يمدلك واحد كاس واحد آخر، كاس ثالث رابع خامس، حتى تتمكن فيك المهلوسات. تروح له تقول له يا ربي. أحكي لكم أيها الإخوة المسلمون قصتين، قصة رجل وصاحبه. الأول ضيعه صاحبه فحكم الله عليه بالخلود في نار جهنم، ربي يحفظنا وإياكم. والثاني أطاع صاحبه فكان من أهل الجنة. الأول يسمى عقبة ابن أبي معيط، واحد من المشركين في الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في بداية الدعوة. ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة دعوية، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ورقة الكلمات وعذوبة الكلمات، فأخذ يحدث عن كلمة لا إله إلا الله، فرق قلب عقبة ابن أبي معيط. قال يا محمد صدقت، ولن أتبعك إلا غدا إن شاء الله. غدوة إن شاء الله آتي وأشهد شهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. وجر هذا عقبة ابن أبي معيط، راح شاور صاحبه، وصاحبه شكون؟ أبو جهل. أبو جهل فرعون هذه الأمة، فأخبره بأن محمدا زاره في بيته، فأحسست برقة كلامه وصدق كلامه، فأردت أن أسلم غدا يا أبا الحكم. فغضب أبو الحكم أبو جهل غضبا شديدا، فقال لساني حرام على لسانك، وطعامك حرام على طعامي، ما تأكل معايا، ما تشرب معايا، ولا يلتقي لساني مع لسانك ولا أي شيء. فقال له وماذا أفعل عقبة؟ قال لصاحبه وش ندير؟ قال غدا بدل أن تسلم اعمل عملا لم يعمله أحد من أهل مكة في محمد. فلما أتى الغد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل أن تشرع الصلاة. كانت هناك صلاتين، صلاة في الغداة وصلاة في العشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أمام الكعبة، ثم لما سلم شاف عقبة بن معيط راهو جاي،
فوقف له النبي صلى الله عليه وسلم وفتح ذراعيه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن عقبة بن معيط سوف يسلم. وجر عقبة بن معيط لعنه الله وأخزاه الله، ملأ فمه بالبصاق فبصق على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش أبو جهل وما هوش أبو لهب، أول من تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو عقبة ابن أبي معيط. تخيل واحد فرحان مسرور مبتسما فتح ذراعيه ليحضن عقبة ابن أبي معيط، فإذا بعقبة ووراء أبو جهل بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة ابن أبي معيط أطاع صاحبه فقتل مع أبي جهل في غزوة بدر، فحكم الله عليه بنار جهنم هو وصاحبه. قد خطوة خطوتين يسلم، جاء صاحبه غير له الطريق 180 درجة، 180 درجة، بدل أن يسلم كفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن صاحبك يمكن أن يضيع حياتك، دين ودنيا وآخرة. أما القصة الثانية قصة صاحب أراد الكفر فأراد صاحبه أن ينقذه من نار جهنم، هو قصة عياش ابن أبي ربيعة. عياش هذا ابن أبي ربيعة أسلم وأراد أن يهاجر مع صاحبه أنتيم، صاحبه لا يفترقان أبدا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يهاجر، فتبعه أبو جهل وتبعه إخوان عياش خوته على مشارف مكة، ضواحي كما نقولوا احنا الخفجي وما بعد الخفجي، ضواحي الورقلة. فأخذ إخوانه يقولون يا عياش اعلم أن أمك أقسمت ألا تأكل حتى ترجع عن دين محمد، ولا تشرب حتى ترجع عن دين محمد، ولا يمس بدنها قطرة ماء حتى ترجع عن دين محمد. لعبوا في العاطفة خوته، فأراد الرجوع، فشده سيدنا عمر بن الخطاب شدا، قال يا عياش لا تصدقهم فإنهم يكذبون عليك، أمك إذا جاعت أكلت، وإذا عطشت شربت، وإذا ملأ بدنها الأوساخ والقمل سوف تغتسل، نكن هاني. فقال عياش لعمر بن الخطاب صاحبه، قال له هذه أمي يا عمر، هذه الولدة نتاعي يا حبيبي، هذه الولدة نتاعي. فشده سيدنا عمر لا تصدقهم، وسيدنا عياش يقول هذه أمي. فأراد الرجوع مع إخوانه. تعرفوا ايش قال سيدنا عمر بن الخطاب؟ قال يا عياش إن نويت الرجوع فخذ ناقتي معك. قالوا علاه؟ عندي الناقة نتاعي. قالوا خذ ناقتي لعلك في يوم ترى ناقتي فتذكر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى في لغة التنمية البشرية واللغة البرمجة اللغوية العصبية، بارك الله فيك، البرمجة يسموها الرابط، يسموها الرابط. أي إنسان الله يحفظه ويوقع له حادثة مرور في تقر، في غرداية، في بسكرة، في تمراسة، كل ما يمشي بين تلك الطريق يقول صاحبه في هذا المكان وقع لي حادث، داخل ورقلة خارج ورقلة، يسمى الرابط، يرتبط ذلك بذلك الشيء.
العقل المخ يربط الحادثة بتلك الواقعة. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربط النبي صلى الله عليه وسلم ودينه بناقة سيدنا عمر. بمجرد أن طاع عياش إخوانه وأبا جهل لما رجعوا إلى مكة ودخلوا إلى مكة قيدوه وضربوه وأوجعوه ضربا حتى حبسوه. قال له أمي، قال واش من يماك، واش من يماك اللي يطيعهم؟ يماك راهي لاباس عليها السلف نعمة، تأكل ما شاء الله وتشرب ما شاء الله وتغتسل ما شاء الله لها. خدعوه بعاطفة الأم فحبسوه وضربوه وأوجعوه، وبقي في مكة محبوسا مظلوما مضروبا، حتى عندما يئسوا منه وظنوا أنه قد رجع عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراحه. في اليوم الذي أطلق سراحه وشف رأى ناقة صاحبه أبي بكر، رأى ناقة صاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتذكر رسول الله وتذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فغافل أهل مكة وغافل إخوانه وغافل أمه وغافل أعداء مكة، فهرب على ناقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلا حتى وصل إلى المدينة ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهش وبش وفرح وفتح ذراعيه بعودة من؟ بعودة صاحبه، بعودة صديقه، أنه عاد إلى الإسلام. ومات عمر بن الخطاب ومات عياش والنبي صلى الله عليه وسلم راض عنهما. ورب صاحب يأخذك إلى نار جهنم، ورب صاحب يأخذك إلى جنة الفردوس الأعلى. في يوم من الأيام التقيت بولد صغير مراهق عمره 14 سنة، 14 سنة يافع، دائما يصلي معنا صلاة الصبح في سيدي بعافو لما كنا نسكن في حي بني سيسين أيام الزمن الجميل، كان دائما يصلي معنا صلاة الصبح 14 سنة. فسألته في يوم من الأيام حب الفضول، قلت له أبوك يصلي؟ قال لا يصلي، ربي يهدينا ويهديه. إخوانه؟ قال أنا هو الكبير تاع خوتي. تترك النوم تأتي لصلاة الصبح؟ قال لي يا شيخ عندي صاحبي هو اللي علمني الصلاة، صاحبي هو اللي رغبني في صلاة الصبح. سبحان الله، متى ما الجرب يعدي كذلك الخير يعدي. صاحبه يصلي فعلم صاحبه الصلاة. واسأل أي شاب يدخن كبيرا وصغيرا، اعلم بأن اللي يدخن عنده معلمه، علم له الدخان، علم له أول سيجارة دخن. انت راجل، اللي ما يدخنش ما هوش راجل. دعاوى الزمن الماضي زمن شياطين الإنس علموا شبابنا اللي ما يدخنش ما يكيفش ما هوش راجل. الآن ضاعت حياتهم، الآن نراهم في المستشفيات بسرطان الدم عافانا الله وإياكم، بسرطان الرئتين، باللازم، بالاستوما، بالقرحة المعدية، كل الأمراض. عندما نزوره يسب من؟ لا يسب أباه ولا يسب أمه، يقول لك الله لا يتربح فلان بن فلان. يقول له ايش بيه فلان بن فلان؟ أول من علمني الدخان، أول من علمني شرب الخمر، أول من علمني هز يدك وشنف على باباك، شنف على يماك، أول من علمني العقوق الوالدين. الشر لا بد له من معلم،
والخير لا بد له من معلم. ما كانش إنسان خرج من كرش أمه يعلم الوضوء، يعلم تلاوة القرآن، لا بد من معلم للقرآن، لا بد من معلم للوضوء، لا بد من معلم للصلاة. كذلك الدخان وكل المعاصي تجد أن وراءها أستاذ معلم خبيث، علم الدخان وعلم المخدرات والمهلوسات وعقوق الوالدين وترك الصلاة، كل الموبقات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من كل الموبقات، من كل المعاصي، من كل الآفات، وعلى رأسها المهلوسات والمخدرات. نسأل الله أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى كل من أراد الزواج، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في زواجه، وأن يرزقه الله تبارك وتعالى زوجة صالحة لأولادنا وشبابنا، وأن يرزق بناتنا وأخواتنا أزواجا صالحين. اللهم زوج الطيبين بالطيبات وزوج الطيبات بالطيبين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.